في ناس كتيره بتقول لي شبه بتسمع حتى من اسرتي. يعني كان اصعب موقف ليا لما رحت اطلب شغل من مقاول وحاجه بيديني يعني زي نظام حسنه وكده، وساعتها انا خدت من المكان بتاعه لحد بيتي كانت دموع على الخد. ربنا كرمني وعملت حادثه 7/5/2002 بتر في دراعي الشمال. كنت شغال في معصره والدي، كان عنده معصره قصب وكده وبعمل لها صيانه وكده. الحمد لله شاء القدر يمسك الكم دراعي ويعدي على دراعي. يعني الحمد لله رب العالمين عامل مشروع المغسله دون باكل منه عيش وكده، والحمد لله رب العالمين بتغلب على اعاقتي في الشغل وكده. الحمد لله ربنا بيوفقني وبقدر ان انا اتحمل الصعاب اللي بتبقى موجوده في شغلي وكده. متزوج وعندي 4 اولاد الحمد لله رب العالمين. عندي ولدين وعندي بنتين. انا عامل حادثه بقالي النهارده 22 سنه، فانا مريت بشغل. انا اشتغلت بتاع حوالي مثلا ممكن نقول 16 شغلانه، فيهم اللي عند نفسي فيهم اللي عند الناس والكلام ده. اولا انا كنت بتاع قصب مع عصاره وكده اللي هي في الاعصار الفرشات والكلام دوت. بعد كده عملت الحادثه اشتغلت بقى من بياع. طبعا ان انا ظروفي كانت صعبه جدا، والدي توفى والمحل كان بتاعنا اتشال وكده، وكانت الظروف صعبه، فاشتغلت عند نفسي. كنت ببيع بقى بياع في السوق بقى، سواء شنط سواء عيش. عملت فرش عصاير والكلام ده. اجرت بعد كده محل عصير قصب وكده. اتعلمت النقاشه. طبعا انا كنت بلعب بلاي ستيشن، وحب في لعبه البلاي ستيشن خلتني ان انا اعمل محل بلاي ستيشن والكلام دون، والحمد لله كنت بربح منه من ضمن مشاريعي. بلعب ببقي وايدي يعني نجم، خلي بالك بجد والله. فعملت المشروع والحمد لله رب العالمين. اشتغلت في الخضار، كنت عامل فرش خضار كبير وبتاع وكده. اشتغلت في النقاشه لحد دي كان اخر الشغلانات ليا في السوق، لحد ما اشتغلت في عمل وظيفي كان قطاع خاص وكده، فسرحوا عماله وكده فانا مشيت. اشتغلت بقى عند نفسي، عملت المشروع دون بعد ما مشيت عشان خاطر ان انا عندي اولاد ولازم ان انا اتحمل. كنت لما بروح لحد الشغل ما كان بياخد بالظاهر، ما باخدش بالمضمون يعني. فالحمد لله يعني اداني دافع قوي ان انا اشتغل عند نفسي، وده كان من احدى مشاريعي. كان عندي مشروع تاني كافيه، كنت عامل كافيه بارتيشن على الكورنيش القديم، وكنت عامل مطعم مأكولات بحريه برضك على الكورنيش القديم. كابتن وليد سليمان انا بعتز بيه جدا واخويا. في ناس كتيره بتقول لي شبه بتسمع حتى من اسرتي. يعني الحمد لله رب العالمين. هو يعني واجهه مشرفه جدا لمصر، وكابتن النادي الاهلي، وراجل على دماغنا جدا. شرف ليا والله. انا بحب الكوره، كان حلم حياتي ان انا ابقى لعيب كوره وكده. وللعلم يعني انا لعبت مع المعاقين كره ساق الواحد، وجي قبل يعني البطوله اللي هي الامم الافريقيه دي، وكانت حصلت لي اصابه انا في رجليا، مشط رجلي انصاب، فما لحقتش ان انا ممكن اتأيد مع اللعيبه وكده واتوزع على نوادي. بس الحمد لله. بس انا بحب الكوره من بدري، وبلعب كوره ومهاري جدا، وبنطق بالكوره وبلعب يعني، وبلعب مع الاصحاء للعلم يعني، والحمد لله يعني. ومن ضمن الرياضات كمان اللي انا بحبها الهوايات، يعني انا بلعب كمال اجسام، ونفسي ان انا ابقى حاجه حلوه يعني. لما كنت شغال في النقاشه وكده كان اصعب موقف ليا لما رحت اطلب شغل من مقاول، وهو ما كانش يعرفني بصراحه، فخدني بالشكل بالظاهر ما خدنيش بالمضمون يعني، وحاجه بيديني يعني زي نظام حسنه وكده. وساعتها انا خدت من المكان بتاعه لحد بيتي كانت دموع على الخد. من اللحظه دي انا برضك اشتغلت في النقاشه مع اصدقائي بقى يعني، وحاولت ان انا ما ابقاش عبء عليهم، ان انا يعني ابين شغلي الاول. لدرجه ان انا كنت بشتغل في اي شغل ان انا ما بشتغلش وقت، انا بشتغل طريحه. طرح لي يقول لي مثلا 1 2 اعمله، اعمل 1 2 اتكافئ عليه، وكان ده طبيعه الشغل. اللهم لك الحمد يعني. ودي من الحاجات اللي ادتني الحافز القوي ان انا موجود. لما انا اطلع اروح مثلا واتجه لحد عمل حادثه واحفزه واقول له بص لي انا كنموذج، واتحركت والدنيا ما وقفتش، والنهارده اتجوزت ومعايا اولاد وبشتغل وقوي الحمد لله رب العالمين. بديله حافز وبيسعدني جدا. انا بدي حافز لنفسي يعني، ده بيخليني ان انا بدي حافز لنفسي يعني، ومن الحاجات اللي انا اكتسبتها يعني، وربنا انعم عليا بيها. انا بحلم ان شاء رب العالمين ان ربنا يوفقني كده، اطور مشروع يعني يبقى حاجه كبيره، وابقى قدوه مشرفه لاولادي ان شاء رب العالمين ولبلدي. ويعني او في يعني ولو حاجه بسيطه قوي لامي غاليه يعني عليا، او بدعواتها وبوقفتها جنبي لحد ما وصلت ان انا عليه. حلم بقى ان انا ابقى نموذج ان شاء الله مشرف يعني باذن الله يعني.